ابطال ثالثه ثانوي، ازيكم يا عاملين ايه؟ يا رب دلوقتي تكونوا بخير وما يقابلكمش اي صعوبه. هكلمكم النهارده على شويه نصايح في المذاكره لو طبقتوهم، يعني لو انت بتحصل من 50 ل 60% كده من المذاكره، فشويه النصائح دي هتعلي معاك التحصيل. بس في الاول قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو انت مش عامل سبسكرايب للقناه اعمل، ولو انت كمان مش عامل لايك للفيديو اعمل دلوقتي. او في البدايه دلوقتي قبل اي نصيحه عايزك تصلي على النبي كده، وتقوم لو في صلاه مفوتها تقوم تصليها، ولو انت مزعل اي حد من ابوك وامك روح صالحه على طول، لان مش هتنجح في حياتك غير برضاه. ويلا بينا، لو معاك كوبايه قهوه هاتها وتعالى. هنقسم النصائح بتاعتنا لشويه اجزاء، يعني بحيث كده ان احنا هنزود الوقت اللي ممكن نذاكره، ولو في اي مشتتات جنبنا نبعدها خالص. اول جزء معانا وان احنا نجهز ساحه المعركه. ايوه بالظبط زي ما بقول لك، المعركه بتاعتك ديت هي المذاكره اللي انت هتذاكرها، لان انت حرفيا هتبقى في صراع مع نفسك انك تكمل عدد الساعات اللي انت المفروض تذاكرهم في اليوم. انا مش هقول لك تذاكر 10 و12 و14 ساعه في اليوم، بس انا عايزك تذاكر في اليوم 6 ساعات بتركيز تام، وما تخليش اي حاجه تكون بتشتتك. واحسن وقت تذاكر فيه هو انك تذاكر بعد الفجر. تظبط البرنامج بتاعك قبل الفجر بنص ساعه ولا تلت ساعه، تقوم تتوضى وتغسل سنانك ويتفوق كده معانا، وتنزل تتمشى للمسجد. اولا تمشيتك للمسجد دي هتشغل الدوره الدمويه في جسمك فهتخليك تفوق، وثانيا وقت الفجريه ده الكورتيزون بيبقى عالي في الجسم، وده اللي بيخلي معدل التركيز عندك عالي، فبالتالي التحصيل وعدد الساعات اللي انت هتقعدهم هيبقى احسن من انك تقعد 6 و8 ساعات في اخر النهار. وبعد ما ترجع من الفجر تعمل لك كوباية قهوة وما تفطرش، اصبر شوية قضيها سوائل لغاية الساعة 9 10 كده، لان انت لو فطرت هتشغل جهازك الباراسمبثاوي وهتأنتخ في السرير. يعني من الاخر تركيزك كله وضغط الدم هينزل للمعدة بتاعتك ومش هتعرف تركز. فتعمل لك كوبايه قهوه او تعمل لك ينسون، وبلاش النعناع لانه بينيم، وتبدا تسمي الله وتذاكر. وعايزك تبدا في المذاكره هنا باتقل ماده عندك، سواء بقى بالنسبه لك فيزياء، كيمياء، تاريخ، جغرافيا، رياضه، ايا كان الماده صعبه بالنسبه لك ابدا بيها. عايزك تستغل الثلاث ساعات الاولانيين في يومك دول باتقل ماده عندك، لان تركيزك حرفيا هيبقى في السماء. وبعد ما تخلص كده الثلاث ساعات ولا الاربع ساعات مذاكره دول، يعني معاك من الساعه 5:30 او 6 لغايه الساعه 9 او الساعه 10، تبدأ بقى تقوم كده تفطر وتصلي صلاة الضحى وتنزل تتمشى كده في الشارع. يعني لو عندك دروس خلصها، لو انت عايز تعمل اي حاجة تتمشى في الشقة، تسلم على كل اللي حواليك براحتك، معاك ساعة فري. ننزل بقى لو في دروس عايز تخلصها تخلص دروسك وتروق دنيتك كده، وترجع بيتك تاني تصلي وتريح شوية كده تاخد نفسك من الدروس، وابدأ بقى راجع اللي انت خدته في الدروس، لانه هيبقى بالنسبة لك طازة وفريش ومش هتتعب في المذاكرة بتاعته. وبعد كده تبدأ تذاكر الجزء الجديد اللي عندك او الحاجه اللي انت محدد ان انت تذاكرها من اول يوم. يعني ممكن نقول تكمله اللي انت ذاكرته الصبح. يعني لو انت ذاكرت الصبح ممكن تطبق وتحل بالليل، او ممكن تستغل الثلاث ساعات بتوع بالليل دول في انك تذاكر ماده خفيفه محتاجه شويه حفظ بس، مش محتاجه تشغيل دماغ، والساعه 10 بالظبط تكون في السرير. ونصيحه مني، ابعد الموبايل بتاعك ساعه النوم، لان مسكنك الموبايل ساعه النوم هيخليك تتاخر في النوم وتسهر ومش هتقوم للفجر، وبالتالي روتين اليوم بتاعك كله هيبوظ. وبكده نكون خلصنا اول جزء في الفيديو، هو تجهيز ساحة المعركة. تاني حاجة انك تخطط للمذاكرة بتاعتك. طبعا انت مش كل يوم هتذاكر نفس المادة الصعبة، مش كل يوم هتبدأ تحل وتطبق على نفس المادة. انا عايزك تخطط لأيام اسبوعك كلها. يعني مثلا حد واربع هتذاكر فيزياء، اتنين وخميس مثلا تذاكر كيمياء، ده بالنسبة لوقت الصبح. بالليل تذاكر عربي مثلا، انجليزي، هكذا. تمام، وتكون كاتبهم في جدول. انا عارف ان احنا معظمنا ما بنمشيش على جداول، بس تكتبها بايدك كده بحيث ان انت لما تبص عليه تفتكر ان انت مطلوب منك تذاكر في الوقت ده. وحط لنفسك في نص اليوم ساعتين براح كده، علشان لو انت ضيعتهم في اليوم ما تزعلش عليهم، او بمعنى صح ما تزنقش نفسك لو ضاعوا. الجزء التالت من الفيديو بقى وهي اساليب المذاكره الفعاله. احسن طريقه للمذاكره وانك تاخد الكتاب كده او الدرس اللي انت هتذاكره، تاخد اوفر فيو او لمحه سريعه على الدرس كله، وتبدا ساعتها تطلع اسئله من دماغك وتخلي الاسئله دي في ورقه وتبدا تذاكر الدرس ده، وفي الاخر تجيب الاسئله اللي انت كتبتها وتجاوب عليها، واجابتك الاسئله اللي انت عملتها في الاول هتاخد الدرس كده وتشرحه لنفسك بسرعه، او اكنك بتشرح لواحد صاحبك. وبكده اضمن لك ان انت هتكون فاهم الدرس بنسبه 90%. طبعا انت لو ركنت الدرس بعد يومين ثلاثه وما رجعتش عليه، 90% دول ممكن يوصلوا 50 و40%. احنا المفروض نبقى عاملين حسابنا ان احنا كل اخر اسبوع نراجع اللي احنا ذاكرناه في الاسبوع كله. مراجعه سريعه مش هتكمل كل درس 10 دقائق، تعدي بس عينك على الاسئله اللي انت كتبتها وجاوبتها، وانت كده كده اصلا شارح لنفسك الدرس، فبالنسبه لك الحوار هيبقى بالنسبه لك سهل. وما تحاولش تراكم على نفسك، لان تراكم الحاجات عليك هيحسسك بعبء كبير، وده اللي هيخليك اصلا ما تبداش في حاجه.
خلص نفسك اول باول، ومش شرط الحاجه اللي انت هتخلصها تكون مخلصها 100%، لا عادي ممكن تخلصها 90 او 80 او حتى 70%، بس لما تيجي تراجعها تتاكد ان انت خلاص فهمتها بنسبه 100%، لان بعد فتره هتلاقي نفسك بدات تنسى الحاجه دي. فبالتالي لو انت مش حاسس ان انت فاكرها قوي بعدين، مجرد قرايتك للدرس هيخليك تفتكرها، وده لانك ما راكمتش على نفسك الحاجه دي. وده اللي يدخلنا من الجزء الرابع من الفيديو، وان احنا المفروض ما نكسلش وما نراكمش على نفسنا اي حاجه، ونمنع خالص كلمه انا هعمل بعدين، انا هعمل بكره، وانا هبدا بكره، والكلام ده كله. ما تسوفش وما تاجلش وما تكسلش، ولان كل يوم بتتاخر فيه في حد تاني ما تاخرش ولا اجل ولا كسل، وربنا مش هيساويك بالحد التاني اللي ما اجلش ده. الوقت اللي انت فاكر ان هو كتير دلوقتي هتحتاجه بعدين. ولا اقول لك ان السنه دي صعبه واصعب سنه في حياته، لا لا لا، مفيش الكلام ده. والله العظيم يعني لو رجع بيا الزمن اقول لك ان دي اسهل سنه عدت عليها في حياتي، لان اللي احنا بنشوف طب دلوقتي هو اصعب بكتير من ثانويه عامه. وان شاء الله كل اللي بيتفرج على الفيديو يخش اللي نفسه فيه، وهيشوف بعينه ان اللي في الكليه حاجه واللي في الثانويه حاجه تانية. وانا والله مش عايز احبطك، بس يعني هتعرف بجد ان انت اللي كنت بتاخده في الثانويه عامه ده ما هو الا حاجات تمهيديه للي انت هتاخده بعد كده في الكليه وبس كده. دول شويه النصايح اللي ممكن تهتم بيهم، لو انت مشيت عليهم اضمن لك ان شاء الله ان المجموع بتاعك هيبقى عالي، وربنا هيوفقك ومش هيضيع تعبك على الارض. بس اهم حاجه ما تكسلش، وافضل ماشي على وتيره واحده، لا تجتهد قوي علشان ما تتعبش في الاخر وتلاقي ما فيش طاقه عندك في الاخر، ولا تكسل قوي بحيث انك تراكم عليك حاجات وتتعب في الاخر وانت بتلمها. افضل ماشي بوتيره ثابته كده بحيث ان انت ما تراكمش، وتكون بتخلص اول باول، ويكون عندك طاقه في الاخر انك تعرف تخلص وتراجع مره واثنين وثلاثه. وصدقوني الناس اللي شايفه ان السنه دي صعبه، فوالله العظيم هي مش صعبه خالص، هي محتاجه واحد ما بيراكمش على نفسه وعارف هو بيعمل ايه بالظبط. واهم حاجه في كل ده علاقتك بربنا تكون كويسه، ما تضيعش فروض الدروس اللي عندك. اوقات الصلاه حاول تصلي الاول وبعد كده تاخد الدرس بتاعك. لو ميعاد الدرس في نص الصلاه وانت ما عرفتش تغيره، حاول بعد ما تخلص الدرس بتاعك تصلي على طول، ما تاخرش الصلاه بتاعتك. وانا زي ما قلت لك في اول فيديو انك هتصحى بالفجر بتلت ساعه، فانت هتنزل تتمشى للمسجد، وهيبقى معاك وقت كده ما بين الاذان والاقامه، اقعد اقرا فيهم شويه قران، واعمل لك كده ورد يومي في اليوم عشان ربنا يفتح عليك ويبارك لك في اليوم بتاعك. وبس كده. في النهايه ما تنساش تصلي على النبي، والتوفيق للجميع ان شاء الله. ودي كانت نصيحتي لطلاب ثالثه ثانوي، وان شاء الله اسمع عنكم كل خير.